الموضوع هو ديال المقتل ديال السيد نور الدين عطور رحمه الله. مهم. هاد النقاط الاختلاف اللي ربما واحد النقطة محورية اللي كيدور عليها النقاش ربما منذ 3 أشهر على القتل العمد ولا ربما على السير مع السير، واحد الأمر اللي هو قانوني وماشي حتى عنده علاقة بالتحقيقات أو لا بشيء آخر. الشيء اللي ما تطرق له حتى شي شخص هو أنه لما توضعت الشكاية ديال الأخ رشيد العطور في 2018 في واحد الوقت وجيز تقريبا في أقل من 14 يوم من بعد الوفاة ديال نور الدين عطور رحمه الله، هذيك الشكاية ما تمش البت فيها بجدية وتم الحفظ ديالها مباشرة. لكن الأخ رشيد وضع شكاية ثانية سنة 2019 من بعد ما جمع واحد المجموعة ديال التسجيلات، مجموعة ديال المعطيات اللي كتثير شكوك حول مصداقية ديال الرواية ديال حدث سير. فديك الشكاية تخذت بالاعتبار. لما تخذت بالاعتبار ولما توضعت الشكاية توضعت في محكمة الاستئناف، يعني في غرفة الجنايات، يعني كاين شبهة ديال القتل. فلما الوكيل العام أو النيابة العامة بشكل عام كتكون عندها واحد النوع ديال ليزيلمون، واحد العناصر ديال الشكوك كتسمى دي زيلمون تروبلون او دي زيلمون كونكوردون اي كونكوميتون، يعني واحد العناصر متوافقه ومستطابقه مع واحد الامور اللي كتثير واحد الشكوك كبيره، على اساس انه خصو يتفتح واحد البحث، مع ان النيابه العامه تفتح بحث على وشايه فقط. انا امر ديال قتل العمد وشكوك ديال قتل العمد، وماشي اي شخص، الشخص اللي في ظروف غامضه وفي واحد الطريقه بشعه وبواحد ربما تمثيليه ديال المسرحيه ديال حدث سير. فهنا العناصر اللي كنقدمها الاخ رشيد العطور انذاك السيد وكيل العام، فبطبيعه الحال صارت واحد الشكوك وتفتح واحد البحث. هنا ما كيتفتحش تحقيق، كيتفتح بحث، لان السيد وكيل العام كيفتح بحث وكيعطي هذا البحث هذا لواحد احد النواب ديالو اللي كيتكلف به. فلما كيتكلف بواحد البحث دام ل3 سنوات. علاش؟ لسبب بسيط، هو ال3 سنوات ديال البحث فقط لجمع الأدلة والقرائن التي تثبت أنه هناك جنايات قتل عمد أم لا. إلا ما تثبتش بعناصر قوية أنه كان جناية قتل عمد كان غيتم الحفظ ديال الشكاية. لكن بعد 3 سنوات، ونعطيك المقارنة مع الملف ديال اللي هو أسهل، الملف ديال التاميني رحمه الله. لما دازت 3 سنوات ديال الابحاث فبطبيعه الحال اسفرت الابحاث على ان الوقائع تشكل جنايه. اذا جنايه قتل العمد اصبحت لا غبار عليها. لما تسفر الوقائع ان تشكل جنايه كتعرض على غرفه الجنايات. فلما كتعرض على غرفه الجنايات كيضطر السيد وكيل العام انه انذاك ما يبقاش غير فقط في البحث، كيولي انه il va désigner un juge d'instruction كيعين واحد قاضي التحقيق، السيد قاضي التحقيق. ولما كيعين السيد قاضي التحقيق بمعنى انه كيسطر واحد التكييف ديال المتابعه، فقاضي التحقيق كتعطى واحد التكييف المتابعه بالقتل العمد ضد مجهول، لان الابحاث اسفرت ان الوقائع تشكل جنايه، لكن لم تسفر على الاشتباه في بعض الاطراف او المجرمين اللي ارتكبوا ديك جنايه القتل. فقضيه التحقيق لما تعرضت على اساس ان واقعه قتل العمد مفروغ منها. هنا تم تكييف التحقيق وليس البحث. البحث كان قبل 3 سنوات من 2016 2021. تم تكييف القضيه على اساس ان قتل العمد ضد مجهول وتعيين قاضي التحقيق. وهنا قاضي التحقيق خصو يجمع الادله الكافيه ماشي على القتل العمد. القتل العمد راه مفروغ منه، راه تكيفت القضيه على اساس قتل العمد، لكن ضد مجهول خاصو يجمع الادله والقرائن الكافيه
لاثبات القتل العمد ضد احد المشتبه فيهم او مجموعه المشتبه فيهم. خضت 3 سنوات من 2021 الى غايه 2023. ففي اواخر 2023 بطبيعه الحال السيد رشيد العطور والاخت ابتسام، السيده ابتسام، عندهم محامي انذاك اللي كان كيطالع مع السيد قاضي التحقيق على بزاف ديال الامور ديال الابحاث ديالو ديال التحقيق ديالو. المشكل الاكبر هنايا هو اولا هدر الزمن القضائي، تغيير معالم الجريمه وتغيير مسرح الجريمه والشبهه ديال اين وقعت الجريمه. اللي بزاف الامور اللي جعلت من الصعوبه ما كان كيكون واحد هدر الزمن القضائي، وهذه الصعوبات كامله اللي ذكرت كتخلي ان قضيه التحقيق امام واحد العقبه انه يتوصل للمجرمين. علاش؟ لان معالم الجريمه كلها اختفت. اول شيء هو السياره بالدرجه الاولى اللي نقلت اللي كان فيها الضحيه، هذه وحده. ثاني حاجه على السياره، لان السياره بالدرجه الاولى غتعطينا اول حاجه من كان يقود السياره، وهذا خطا داروا شرطه حوادث السير. لان شرطه حوادث السير هذيك المصطلحيه دي انه خارج من السياره وناس على جنبه وما فازكش، مع ان كيقول بان الجو كان جد ممطر. ونعطيك واحد شويه واحد السكوب، هو ان صوره السياره، وهذه ربما لاحظتها شي واحد، صوره السياره لما كانت متوقفه في ذاك الوضعيه السويكلاس كان في الوسط. السويكلاس كان في الوسط، يعني المحرك لما توقف السويكلاس كان قدام. يعني كيفاش السويكلاس قدام؟ هذيك السويكلاس كان خدام. كيفاش السويكلاس خدام؟ الشخص عنده واحد تروماتيزم كرانيا كما قالت الطبيبه المعينه، طبيبه ماشي ميدسان ايجينيست، ماشي ميدسان اللي هو ليجيست ديال التشريح. هذيك الطبيبه ديال البلديه تابعه لوزاره الداخليه، تابعه لجماعه سلا، وهي جو البريزيد كترأس سميتو السيرفيس ديال لا بريفونسيون ديال ليجيان، ديال الوقايه وديال النظافه وديال الصحه بصفه عامه، ماشي ديال التشريح. من ناحيه المعاينه هذاك التروماتيزم كرانيان اللي كان كيذكر مؤخرا، تروماتيزم كرانيان مورتال، لما كيضرب واحد الانسان واحد الضربه مميته في الراس. كيفاش مميته في الراس؟ لما الانسان كيضرب مميته في الراس كيموت سور بلاص، كيموت داخل السياره. كيفاش خارج السياره مجبد ناعس والملابس ديالو غير مبلله والسويكاس في الوسط. هذه بعدا ما كيمكنش لا تستصاغ بصفه نهائيه، هذه بالدرجه الاولى. باش نرجعوا للموضوع ديالنا ديال التكييف، لما ما كتكونش واحد العناصر ديال الادانه ضد واحد الاشخاص كيبقى التحقيق يعني كيكون غادي، ولكن فوقاش كتوجه واحد العناصر الادانه لما كتوفر واحد الادله، واحد العناصر جديده كان يمكن للملف انه يتحفظ، وكان غادي يتحفظ لولا خروج اعلامي ديال الاخت ابتسام، كان غادي يتحفظ لولا خروج. لان المحامي ديال القطاع ديال الاخ رشيد الاخت ابتسام قال لهم بان ربما غتمشي للحفظ لان ما لقاش شي وسائل ديال الادانه لاشخاص معينين. دونك الحفظ ديال التحقيق لا يعني ان ليس جريمه قتل. الحفظ لو نون ليو كونطونا واحد لو كريم وعارفين بان جريمه قتل ان كريم، لكن ما عندناش مشتبه فيهم، لما كتفوت واحد الفتره ديال التحقيق وما كنلقاوش كنديروا ان نون ليو واحد الحفظ في انتظار يبان واحد العنصر جديد، سواء شاهد سواء شي امور اللي كانت مخفيه وبانت من جديد وتحصلوا عليها يعني عائلات ديال الطرف مع ديال الضحيه وكيقدموها للقضاء، او بانت كيف ما يكون واحد العنصر من العناصر الجديده غادي يمكن له يفتح التحقيق من جديد. داك التحقيق اللي كان واخا تحفظ يتفتح من جديد، ماشي بحال في البحث مثلا. ديك 3 سنين البحث الاولى ماشي بحال 3 سنين ديال التحقيق. يعني 3 سنين ديال التحقيق الوقائع تشكي جنايه
وتكييف متابعة بالقتل العام ضد مجهول. هنا فين تغير الأمور مؤخرا، والحمد لله الأمور تغير بواحد الشكل اللي هو يعني إيجابي. وأنه لما مشات مؤخرا الأخت ابتسام والأخ رشيد من بعد واحد كانت تكلمت على واحد الملخص ديال ساعة ونص تقريبا اللي كان عندها بجميع الاغتيالات القضائية، بجميع الاغتيالات اللي كانت في المعايد الحديث السير، الاغتيالات اللي كاينه في المعايد ديال الجثه، في الاغتيالات اللي كاينه عده حتى في السنوات ديال التحقيق. والامر الاهم هو المشكل ديال عدم استقراء الهواتف. علاش؟ لانه لمعرفه باش تحل الملف ديال التايب بن علي رحمه الله تحل باستقراء الهواتف. السيده حياه كانت تطالب باستقراء الهواتف منذ سنه 2013 ومنذ 2011 ولم يتم استجابه لها. تمت الاستجابه من عند السيد الاستاذ حسن مطر لما هو الوحيد اللي كيف القضيه الاس ان قتل عمد ضد مجهول حتى هو. وانا نعطيك نفس السياق ويجي نفس تقريبا نفس السيناريو. لما تكيفت ضد مجهول اول شيء دار عين قاضي التحقيق، سنة سنه قاضي التحقيق ما دار والو. ناض السيد حسن مطر رحمه الله الوكيل العام غير قاضي التحقيق اللي شافوا ما خدامش ملف مزيان، وناض غيروا بقاضي التحقيق ثاني وطالبوا انه يدير انابه قضائيه للفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه. واول شروط انابه واعاده الاستماع للسيده حياه لاعاده كرونجي الاحداث باش يعرفوا الاحداث كلها، حقاش هي دوزت ديك التماره كامله ديال من 2007 حتى 2017 10 سنوات وعندها المعلومات كثيره. واعاده الاستماع بطبيعه حتى المشتبه فيهم ولو انه ضد مجهول، لان يستمعوا الاخر الناس كانوا معاه اللي هما اللي صدقوا في الاخير هما اللي قاتلينه وهما اللي محكومين ب 20 سنه. ان الناس الاخر اللي كانوا معاه هي الزوجه ديالو والاسره ديالو. فلما درت الانابه القضائيه تم انتداب قضائي من اجل استقراء الهواتف. لما جا استقراء الهواتف ما تعتقلش مباشره. علاش؟ لان استقراء الهواتف جاء مضاد الى تصريحاتهم السابقه منذ 2007 الى غايه 2017، لكن تم التاخير لسنتين. علاش؟ لان ديك السنتين تمت ابحاث اخرى وجمع ادله اخرى قاطعه من بين السيارات باعت في واحد الوقت وجيز في 3 ايام، من بينها امور اخرى اللي هي تدين المتهمين باش لما واجهوهم باستقراء الهواتف واجهوهم معطيات اخرى اللي هي قويه اللي جعلت ان المتهم الرئيسي بمجرد الاستماع اليه في 2019 واجهوه بهذا استقراء الهواتف واجهوه بامور اخرى بالملف ديال الجثه اللي كانت تلقات وكانت موجوده الهويه كانت عند الدرك الملكي. فما كان منه الا ان اعترف بانه حط الجثه في ذاك المكان لاستقراء الهاتف، اعطى نفس اللوكاليزاسيون جيو لوكاليزاسيون في غابه واد مرزق. هنا بالنسبه للطلب اللي كان دارت من بعد داك الملخص كامل اللي كانت قراته الاستاذه السيده ابتسام والاخ رشيد لمده تقريبا ساعه ونصف، فكنطلب منها انه تعطيه واحد النقط لي بيست اللي كتطلبهم باش تمشي باش تفتح واحد التحقيق في واحد لا بيست معينه. فاول حاجه ما طلباتش اللي طلبات هي استقراء هاتف الضحيه كوبي كولي بحال الملف الثاني، استقراء هاتف الضحيه ومعرفه مكان الضحيه وكيفيه وقوع ذلك، كيفيه وقوع الجريمه، يعني لي ديبلاسمون ديال الضحيه لمده 24 ساعه. شنو ثبت من خلال استقراء الهواتف؟ كانت المفاجاه من بعد في واحد الوقت وجيز طلب السيد قاضي التحقيق واحد الانتداب قضائي الى فرقه تقنيه وعلميه وانتداب قضائي من اجل استقراء الهواتف ماشي فقط للضحيه ولكن استقراء الهواتف تقريبا 23 رقم، من بينهم الارمله ديال السيد نور الدين عطر رحمه الله، بينهم الربيب، بينهم بعض الاشخاص المحيطين في المحيط ديال العائله ديال الارمله ديال السيد نور الدين عطر رحمه الله. شنو تبين؟ الى عقلت السي العمده لما
كان من بعد الضجه الاعلاميه كانت مباشره السيد قاضي التحقيق استدعى السيده ابتسام والام ديالها مواجهه. ولكن كانت استدعاهم تقريبا شهر من بعد، ولكن مهما كان الضغط الاعلامي اكثر قرب سبق الجلسه. لهم غير بار تليفون تقريبا كانت 18 ابريل، سبق لهم 28 مارس. سبق لهم غير بالتليفون زعما اجيو بالزربه باش نديروا واحد تحديد السرعه، لا لان غتكون ربما ماشي نقول فضيحه قضائيه ولا تكون واحد لو سكوندال بالنسبه جوديسيير، لان 3 سنين ديال الروطار وكان الملف غيمشي للحفظ وما دارت حتى شي حاجه، ما دارت حتى شي تقريبا شي ابحاث اللي معمقه اللي تعطيها على الاقل واحد لي بيس وتحرك، لان 3 سنين بدون ما تعطي حتى شي نتيجه فهذا فيه جوج ديال الامور، اما ما دارت حتى شي حاجه او لا داروا شي حوايج اللي هما ربما ديك بيس اللي تفتحوا ديال التحقيق اللي ماشي غاديين في الصميم ديال جريمه قتل العمد وما متوازينش معها، ما عطاش واحد النتيجه. ولكن الامر الاول هو اللي كان، وان ما كانش واحد التحقيق معمق. ف بوغ فيغ بلوز او موان واحد تحديد السرعه بالنسبه لوقت ابتسام باش تدخل في سريه التحقيق وما عندناش الحق انا نتكلم في امور اخرى. تم الاستدعاء ديالها، تم استدعاء الام، تم استدعاء السيد رشيد عطور. فلما استدعاهم استمع لهم بجوج وفي نفس الوقت دار واحد المواجهه. علاش؟ عاد اول مره كانعكس تم فقط على التسجيلات، الامر اللي ما كيعرفو حتى شي واحد، لان ربما كتخرج بزاف ديال العناصر كيشكروا بزاف السيد قاضي التحقيق والسيد وكيل العام. هذا في حد ذاته لا يدخل يعني في الرمزيه القضاء. علاش؟ لان كل كيدير العمل ديالو، انت كدير العمل ديالك ومجاز عليه وخدام في واحد المنصب، يعني منصب مسؤوليه ما كيحتاجش لا ماشي ما يمكنش ماشي ما نوهوش بالعمل ديالو، كنوه بالعمل ديالو لما كتكون واحد النتيجه في واحد السرعه كبيره، واحد التحقيقات اللي كانت يعني قويه 3 سنين بدون نتيجه. ولكن الامر الخطير في انذاك هو انه لما سمع الاخ رشيد عطور رفض انه ياخذ انذاك حتى التسجيلات. كانت امور اللي ممكن ان تدين مباشره يعني ارمله السيد نور الدين عطور رحمه الله، خاصه من الناحيه ديال التسجيلات، لان كاين التسجيلات راه الناس ما طالعينش عليهم، طلعت عليهم تقريبا كاملين من 8 السوايع. شي امور اللي هي خطيره. اسمح لي نقاطعك، ولكن انا لك كان يقال ان دوك التسجيلات يعني ما مفرغينش عند مفوض قضائي لا لا محلف. لا لا كاين اللي منهم مفرغين، كاين اللي ما مفرغينش، كاين شي امور اللي مفرغه كاين اللي ما مفرغاش، ولكن اللي مفرغين لان ما يمكنش 8 السوايع ديال المكالمات ما غاديش تعطيك. اللي مفرغ هو تقريبا هي الفتره او الاقوال اللي تشير على انه السيد الارمله على علم بجميع تفاصيل الجريمه، وان لا تريد فضح بعض الاشخاص، خاصه تكلمت على السائق ديال السيد عطر رحمه الله انه كان معه ومشى وماشي انا اللي غادي نفضحو، وحتى هو من الجهاز، وتكلمت على اشخاص اخرين. وفي مره اخرى تكلمات على الحاله ديال السيد نور الدين العطور امام المنزل وهو كيتقيا في واحد الحاله خطيره، لما قالت لها في نفس البلاصه اللي كنت درتي قصيده بالموتور تقريبا قريبه للدار. فكاين شي امور اخرى ما كاينش تكلم عليها تحفظ عليها، لان في السريه التامه غتوضع ان شاء الله في القريب العاجل. وما كانش يعني كما نقولوا الفو با ميتر تو سي زو دون ميم باني، الا حطيتي كلشي في دقه واحده. وكان تفريق قانوني، تفريق عن طريق مفوض قضائي، لكن كان واحد كان ديجا هاد التفريغات كانت ترفض حتى قبل ما تنوض الضجه الاعلاميه. الضجه الاعلاميه راه ما دارت الا بسبب ان كلشي ما تقبلش وكانت غادي يكون الحفظ. فاللي كان مهم بالنسبه لتغيير مسار ديال القضيه اللي تحولت اليوم الى مسار اخر، واللي هو واحد المسار اللي نقدروا نقولوا مسار يعني شنو نقول لك، واحد المسار اللي هو دفع القضيه للامام بواحد سنوات ضوئيه.
الامور توضحات اكثر واكثر. فانا اللي نقدر نقول لك هو انه من بعد استقراء الهواتف اللي طلبته الاستاذه زينب بطبيعه الحال في الاول، لكن ما كانش كيتاخذ بعين الاعتبار، خاصه ان الملتمسات كانت شفويه في الاول. ومن قضيه سي العمده ما كان حتى شي طلبات تحطها في الاول كان فقط شفويا. شفويا. كان واحد الملتمس للاستاذ زينب، لكن يعني لا رياكسيون ديال السيد قاضي التحقيق في التعامل معه ما كانش، يعني كانت بارده، ما كانش واحد. عندك شوف سي عمده، عندك واحد العناصر قويه كيفاش هاد الملتمسات اللي يتم الشفويه عند البت قاضي فيها. التحقيق؟ نعم كيفاش هاد الملتمسات نعم الشفويه عند قاضي التحقيق؟ يعني محاميه ما تلقات سمعتكش مزيان. كيفاش تيكونوا هاد الملتمسات الشفويه عند قاضي التحقيق؟ بغيت نفهمها. اولا الملتمس ما عمرك يكون شفوي. علاش؟ لان خص لا ريبونس تكون كتابيه، سواء عن قاضي التحقيق سواء عن قاضي الموضوع. لما كدير ملتمس شفوي قدام قاضي الموضوع في وسط واحد الجلسه، يمكن يجاوبك غير شفويا، ولكن كما نقولوا لي بارول سون فون لي زيكري ريست. الهضره كطير والمكتوب كيبقى مكتوب. لما كدير واحد الملتمس خصك ديرو ملتمس كتابي باش تكون عندك جواب كتابي. كان كتكاش عليه خصو يكون جواب كتابي.